غيرت لون شعري من غير لا صبغه ولا حنه. لا اقول لكم ازاي فتحت لون شعري بالسبراي ده من غير لا صبغه ولا حنه. عباره عن سبراي خلاصه البابونج والاكسجين المخفف بيترش على الشعر. كل ما بتحطيه على شعرك وقت اطول بتحسي ان شعرك بيفتح اكتر لغايه ما بتوصلي للون اللي انت عايزاه. بعد كده بتغسلي شعرك. شعري اسود والصبغه مش بتلقط فيه خالص، وبصراحه ما كنتش عايزه اعمل هايلايت وبعد كده اعمل صبغه. تحفه. زي ما قلت لكم بيعتمد على الاكسجين المخفف وخلاصه الكامومايل. ده اللي باقي منه 3 مرات علشان اوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاه. حاجه عجبتني فيه ان هو سهل جدا في الاستخدام، يعني بترشيه بس على الشعر وخلاص، واي حد ممكن يستخدمه لنفسه، مش لازم تروحي لحد يعملهولك. هو بينشف الشعر شويه فانت محتاجه ترطيب مضاعف. بالنسبه لي مش مشكله لان انا عارفه اصلا ان الصبغه اي حاجه بتغير لون الشعر هتجفف الشعر شويه. فعشان تسرعي النتيجه اكتر تستخدمي سشوار على اقل درجه حراره وانت شعرك اسود قوي ومحتاجه ان انت تفتحيه بسرعه. انا شعري احتاج الكميه دي كلها. لا، تاني مشكله ان هو ريحته نفاذه شويه. انت حاولي ان انت بلاش تشميه وتستخدمي جلافز وانت بتستخدميه. المنتج كويس قوي لو انت عايزه تغيري لون شعرك وفي نفس الوقت مش عايزه تستخدمي لا صبغه ولا حنه. يستحق فعلا ان انتوا تجربوه. فجربوه وقولوا رايكم. تجربوا ويقول لي التجربه في الكومنتات كانت عامله ازاي.